بكرة ليلة النصف من شعبان يا جماعة. بكرة ليلة المغفرة لكل ذنوب حياتنا، الذنوب اللي خلت قلوبنا سودة. بكرة يوم تطهير القلوب، بكرة يوم رفع البلاء والوباء عن الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ مش البلاء والوباء ده بسبب الذنوب يا إخواني ولا لأ؟ بكرة ليلة النصف من شعبان، يعني اخطر ليله في عمرنا كله. الله يطلع على قلبك بكل اللي فيه. قلبك جواه ايه؟ قلبك فيه ايه؟ بكره قلبك هيعرض على الله. جاهزه بعد 24 ساعه ان قلبك يعرض على الله. لازم نلحق يا جماعه، لان فرصه المغفره ابليس زمانه هيموت، لان بعد ليله كل ذنوبك بتاعت السنه اللي فاتت تتغفر باذن الله. عارف يعني ايه؟ يعني شقى عمر ابليس السنه اللي فاتت معاك ومع شباب الامه ومع الدنيا كلها بيضيع في ليله، ربنا بيحرقه له في ليله، مقابل حاجتين: ان ما يكونش في شرك ولا يكون في شحناء الا لمشرك او مشاحن. ده الموانع بالمغفره. يبقى قلبك بقى، راقب قلبك، نيتك اخبارها ايه؟ اخلاصك شكله ايه؟ عشان كده لازم يكون ليك خبيئة عمل بينك وبين ربنا. الحق بقى اعمل حاجة بينك وبين ربنا، ما تقولهاش لحد ولا تكلم مخلوق عليها. الحق بقى جدد ان مفيش في قلبك غير الله. شحناء اوعى. بكره ليلة النصف من شعبان، صحيفتك هترفع لربنا ازاي في اخر شعبان وهي كده؟ السنة اللي فاتت 365 صلاة فجر صليت منهم كام فجر؟ 365 جلسة ضحى قعدت منهم كام جلسة ضحى؟ 2000 مرة ربنا نادى عليك في صلاة الفريضة، 2000 مرة، 150 5 مرات في اليوم، 150 مرة في الشهر، 2000 مرة تقريبا في السنة. كام مرة لبيت نداء ربنا؟ وكام مرة حطيت المخدة على راسك ونمتي؟ كام مرة يا جماعة؟ ليلة النصف من شعبان دي بيغفر فيها الذنوب، الذنوب اللي مسودة قلوبنا، الذنوب اللي مالية صدورنا بالاكتئاب، الذنوب اللي مالية حياتنا بالابتلاءات، الذنوب اللي منع عننا تنزل فرج الله ونصرة الله ورزق الله، الذنوب اللي طول ما هي في الصحيفة صحيفتك هترفع لربنا مليانة ذنوب كده بالمنظر ده. ازاي؟ هي ليلة ما فيش فيها حاجة مميزة عن اي ليله في العباده، ولكن هنبذل مجهودنا لربنا عشان نتعرض لمغفره الله. مغفره عامه يا جماعه، مليون ذنب في ساعه. انتوا متخيلين في ليله كل ذنوب عمرنا ممكن تغفر؟ ايه الكرم ده يا رب؟ هو ربنا لما بيدي كده يا جماعه. يوم القيامه مش حاجه سهله، الاخره مش حاجه سهله. عايزين نقتنص الفرص دي، هنندم عليها، هنندم على الفرص دي لو ضيعناها يا شباب. بدايه الحياه ليله النصف من شعبان، بدايه جديده مع الله، بدايه جديده مع قلبك والحياه، تطهير للذنوب، حياه بلا ذنوب. تتخيلوا تبقى جميله قد ايه يا شباب؟